الحمد لله الحمد لله رب العالمين، ولي كل عون وتيسير، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي البشير النذير، وعلى آله وصحبه ومن سار على صراطه المستقيم المنير إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قبل كل شيء أحييكم بتحية أهل الجنة: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي وإخوتي، إن العمر قصير جدا جدا، والحاضر الذي يحيا الإنسان في نطاقه ضيق. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى رحمة واسعة دائمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. إن الإسلام ينظر إلى قيمة الوقت في كثير من أوامره ونواهيه. الواجبات أكثر من الأوقات، فإن الزمن لا يقف محايداً، فهو إما صديق ودود أو عدو لدود. الإسلام دين يعرف قيمة الوقت، ويقدر خطورة الزمن، ويؤكد الحكمة الغالية: الوقت كالسيف، فإن لم تقطعه قطعك. ومن أروع الصور التي عرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وقال بعض الحكماء: اغتنم بياض النهار قبل العشية. ومن المؤسف الشديد أن العوام والخواص كليهما لا يبالون بإضاعة أوقاتهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فانتبه أيها الطالب الفطن واللبيب الأريب لسريان الزمان والعمر، فالغفلة على القلوب والأبصار شديدة مديدة، وكأن الناس في معزل عن الموت، لا يرون ميتا ولا يدفنون صاحبا ولا عزيزا. ما أحسن القائل، ما أحسن القائل: يا غفلة شاملة للقوم كأنما يرونها في النوم. ميت غد يحمل موت اليوم، ميت غد
يحمل موت اليوم. فأيها الأخ الكريم، اغتنم الوقت، فالوقت كالسيف، ودع التسويف فلا أضر منه، وصل الله سبحانه وتعالى التوفيق للعمل المقبول والوقت الفاضل لك ولنا ولسائر المسلمين والمسلمات. أحبتي، الآن أذكر لكم بعضاً مما يساعد طالب العلم على زيادة التزود من العلم والمشايخ. ما رواه الخطيب في الفقه والمتفقه بسنده إلى الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول: يحتاج طالب العلم إلى 3 خصال: أولها طول العمر، والثانية سعة اليد، والثالثة الذكاء. ومما ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من الشعر في ذلك قوله: أخي لن تنال العلم إلا ب6 سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وكان شيخنا العلامة محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى يقول: العلم يحتاج إلى 3 أمور: مال سليمان، وعمر نوح، وصبر أيوب. وكذلك الأكل والنوم والاستراحة لطالب العلم بقدر الضرورة. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في بداية الهداية: واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فلا يكونن نومك بالليل والنهار أكثر من 8 ساعات، فيكفيك إن عشت 60 سنة أن تضيع منها 20 سنة وهو الثلث. أيها الأعزاء، الفائت من الزمان لا يعود أبداً، والغد ليس في اليد، فعلينا وعليكم أن نحفظ على أنفسنا أوقاتنا من أن تذهب هدراً وسدى، فإن الزمان الذي نعيش فيه ظرف عابر لا يتجدد ولا يعود. وفي النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى كما يسأل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اللهم إنا نسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.